بص يا سيدي، الكتاب بيبان من العنوان، والسي في دي حاجه مهمه جدا، هي الماركتنج تول بتاعتك اللي انت بتقول بيها لاي شركه خدوني عن اي حد تاني. عشان كده ترتيب السي في ومكوناتها مهم جدا جدا. انا هقول لك دلوقتي المكونات بالترتيب، وفيما بعد في فيديوهات لاحقه هقول لك هنعمل ايه في كل واحده فيهم. اول حاجه الكونتاكت انفورميشن، ودي بنكتب فيها الاسم ورقم التليفون والايميل والعنوان. رقم 2 الحاجه اسمها الاوبجكتيف، ودي هقول لك فيما بعد هنتكلم فيها ازاي. رقم 3 هي الاديوكيشن، وهنا بنتكلم عن التعليم الجامعي سواء بكالوريوس ماجستير او دكتوراه. رقم 4 ودي حاجه اسمها work experience، ايه هي الورك اكسبيرينس؟ اشتغلت فين قبل كده. رقم 5 وهي دي حاجه اسمها التريننج سواء اخدته انترنشيب اثناء الجامعه او اون جوب تريننج اللي اخدتها اثناء الشغل، زي مثلا كمبيوتر، زي الانجليزي، زي الشهادات التخصصيه. بالنسبه للمدرسين ممكن تكون التافل او التيسل وهكذا. رقم 6 ودي حاجه اسمها بيرسونال انفورميشن، والبيرسونال انفورميشن بنتكلم عن اجزاء بسيطه عنك بتعرفني عنك بتعمل ايه في وقت فراغك. رقم 7 ودي اخر حاجه اللي هي الريفرنس ليترز اللي انت بتقدمها للشغل وقت لما بيتم اختيارك في الاخر مع شهاداتك.